عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله مش نعملوا مع بعضنا عصيدة بجوز الهند. أما جوز الهند اللي حمصناه شوية، عملنا عصيدة بجوز الهند الأبيض طبيعي معناها، وجات بنينة على الآخر. سني حبيت نجرب الجوز الهند هذايا اللي يبدأ مقلي شوية، خاطر برشا ناس يشكروا فيه. قلت خليني نجربه ونقول لكم أما هو أبيض وإلا مقلي. باهي، خذيت 100 جرام جوز الهند من نوع الجيد، ماذا بين يكون نوعية باهية، أكل يبدأ خشين شوية ويبدأ ظاهر مزيت. حطيتها في قلاية وقعدت نقلي فيها كيكة بشوية بشوية، معناها نقعدوا نحركوا بشوية بشوية حتى لين تاخذ لون كيكة ذهبي غامق شوي. ما نحرقوهاش أما نحمصوها شوية برك. وهذه النتيجة اللي تحصلنا عليها. شوفوا كيفاش لونه مش محروق ويبدأ لونه مزيان باهي. تو خذيت الرحاء ومش نرحيه. باهي نرحيوه بالباهي حتى لين يرطب ويطلع الزيت متاعه. لهني هذه خطوة اختيارية، اني عندي زيت جوز الهند اللي طيبوا به معناها، راهو مش متاع حاجة أخرى. اللي عنده ينجم يحط طريف، اللي ما عندوش راهو ماهوش ضروري معناها. أما هنا لزيادة النكهة حطيت عليه مغرفة زيت جوز الهند ورحيته معاه. كما قلت لكم اللي ما عندوش راهو ماهوش ضروري تحطوه، كان ما فماش مش لازم. تو خذيت الكاسرونه اللي باش نطيب فيها. حطيت جوز الهند اللي تحصلت عليه، وحطيت 60 جرام سكر، ولاني عندي 25 جرام فارينة، تقريبا زوز مغارف 25 جرام، ولاني عندي 600 مليلتر حليب. نخلط المكونات الكل بالباهي حتى لين يتنحاو الكعابة ونحطه فوق الغاز. يعني استعملت الفوي قبل باش يتنحاو، كان فما كعابر ولا حاجة يتحلوا، وبعد نحي الفوي وناخذ مغرفة لوح ونقعد نخدم فيها، نحرك ونعصد. يعني سرعت الفيديو، اما هي تاخذ شوية وقت يعني باش تطيب بالباهي الفارينة، ويلزمها تقعد تطيب مليح، تقعد على الأقل 4 دراج ولا 5 دراج وهي تغلي معناها باش تطيب بالباهي الفارينة. وباش زادك جوز الهند يطرى شوية، على خاطر يقعد مهما ترحيه يقعد باقي أحرش شوي. لهني بعد 4 ساعة تقريبا حبيت نجرب يعني ونذوقها. حطيت شوي في صحن وخليتها تبرد. وانتو تشوفوا معناتها عينكم ميزانكم، تحبوها اي بس شوية والا اجرى شوية. هي راهي تظهر الكيكة جارية، ام هي راهي بعد كيف تبرد تيبس. اللي يحب جارية تنجموا تزيدوا شوية حليب، حتى 50 مليلتر حليب. واللي يحبها اي بس شوية تنجموا تزيدوا تخليوها تغلي طريفة وتزيد تيبس. تو لهني بعد ما طابت خذيت الكيسان ندفيهم شوية بطبيعة ونصب. منصبش برشا على خاطر باش نحطوا فوق منها تبقى كريمة او تبقى غناش، نخليو بلاصة للكريمة والغناش معناه. تو باش نحضر الكريمة. لهني عندي 500 مليلتر حليب، ولهني عندي 50 جرام سكر. انتوما والحلاوة اللي تحبوها تنجموا تنقصوا شوية، تنجموا تزيدوا. ولهني عندي 30 جرام غبرة الكريمة، 30 جرام. ما حطيتش الباكل الكل على نص لتر خاطر تجي يابسة برشا راهي. حطيت 30 جرام تجي باهية، كيف تبرد تشد روحها وتبدأ معتدلة يعني. ونحرك ونحط فوق الغاز نطيبها. يعني زيادة خطوة اختيارية وزيادة نكهة. عندي 25 جرام شوكولاتة من نوع الباهي، حبيت نفوح الكريمة متاعي. وفي الاخر كيف طابت حطيت مغرفة عطرشية تبننها برشا العطرشية. وبعد ما طابت نهبطوها ونصبوها فوق الكيسان. بطبيعة يلزم نخليو العصير جوز هند تبرد، ما نصبوش وهي سخونة. راهو اني بعد فترة راهو يلزمها تقعد تبرد باش كيف تصبوا الكريمة ما تهبطش في وسطها. نتو نخليوها تبرد هذيك وباش نحضروا الغناش.
لهني خديت 100 جرام شوكولاتة ذوبتها على حمام مائي، وخذيت 70 مليلتر كريمة سائلة متاع الدبوسة، يعني الدبوسة الصغيرة، 70 مليلتر خذيت. نصب شوية ونحرك، دفيتها شوية الكريمة رانية، نصب شوية ونحرك حتى لين يمتزج الخليط بالبه. تو كملت صبيتها الكل. باهي توا الكريمة حطيتها شوية بردت في الفريجيدير باش عملت قشرة وشدت روحها طريف، والغناش هو دافي نصبوه قبل ما يبرد. تقريبا كل كاس صبت فوق منه مغرفتين، يكفيني للمساحة باش يغطي لي الكريمة الكل، وما تكونش طبقة عالية برشا زادة خاطر الغناش قوي وحلو ياسر. يعطي مطعم بنين برشا، تظهر بالحق تقولش عليها شوكولاتة باونتي، فما شوكولاتة وفما جوز الهند، يعطي مزيج مزيان برشا وفاوحة برشا. وهذه هيك كيفاش زينتها. لهني خذيت الورقة هذه وقصيتها بالشكل هذايا، ونرش فوق منها شوية جوز الهند. هي الاقتصادية، ما حبيتش نزيد نصرف عليها برشا، يعني فاكهة ولا حاجة، وانتوما وذوقكم وانتوما كيفاش تحبوا تزيدوا تصرفوا عليها فاكهة، حطوا عليها الفاكهة تحبوا، يكفي هيك شوية جوز الهند ويا ربي لك الحمد تجي فاوحة وبنينة هكذا، تعطي منظر مزيان ومطعمها ياسر بنين. عمناول كما قلت لكم راني عملتها جوز الهند ابيض طبيعي، وسني حمصته شوي، راهو ما فما حتى فرق، ما فما حتى فرق في المطعم، ياسر فاوحة وياسر بنينة كي الجوز الهند ابيض كيما جوز الهند اللي حمصناه شوي، جاني ما فما حتى فرق، هو نفس النكهة ونفس الطعم. حتى بنتي ذاقت معايا وقالت لي يا ماما راهو ما فما حتى فرق بين الابيض والا اللي محمص ولا اللي حمصناه، يعني هيك معناه انتم تنجموا تعملوا كما تحبوها بيضة والا تحبوها محمصة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تعملوها وتنجحوا فيها. نستنى تفاعلاتكم وجماتكم وكومنتاراتكم. كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارتاجوه مع اصحابكم واحبابكم باش تعمل فايدة. ان شاء الله مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم، الى اللقاء.